السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين؟ يا رب تكونوا بألف خير. قبل ما اتكلم الفيديو مش هاخد من وقتكم كتير يعني. حابب اشكر كل الناس اللي دعمتني بصراحة، واللي قالت كلام جميل في حقي. بشكركم جدا والله، بشكركم من قلبي وممتن لحضراتكم. ولو القناة دي يعني ربنا كرم وابتدت ان هي تتعرف، فده بفضل مجهوداتكم والله العظيم. وفي اخ كده كان بيقول لي على موضوع الصوت، هو فعلا عندك حق. انا يمكن انا بصور على فكره من كاميرا التليفون وبحاول اعلي صوتي لانه انا ما عنديش امكانيات، بس ان شاء الله الموضوع ده كله يتحسن. مش عارف اقول لحضراتكم ايه بصراحه. انا يعني بس حابب ان انا اشكركم، ومع الشكر يمكن اتكلم في حاجه بسيطه كده تخص يعني الاستمراريه، يعني ان احنا نستمر في في اي حاجه احنا بنعملها. يعني لو انا مش مستمر، يعني عمره حضراتكم ما هتشوفوني او هتشوف اي حد تاني بيعمل محتوى. آه، موضوع الاستمراريه يا جماعه مش بس في الحاجات اللي احنا بنعملها، في المشاريع اللي احنا بنعملها والشغل. لا، الاستمراريه حتى في علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى. ما تيأسش. يعني الرسول عليه الصلاه والسلام بيقول احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. الحديث ده جميل جدا. احب الاعمال الى الله ادومها وان قل. يعني لو انت مش انت مثلا على سبيل المثال بتذكر كل يوم 1000، جيت في يوم كده ذكرت سيدي مش 100، 10، جميله جدا. يعني اليوم ما عداش بدون ذكر. فلا، فبصيت في حالي، وانا الحمد لله من النوع المنضبط، يعني منضبط في حاجات ومعلش وما عنديش التزامات في يعني مش الحاجات المهمه. يعني تقدر عندي تسويف في حاجات، بس لا، لما ابتديت ان انا اعمل القناه واحاول ان انا انزل فيديو، لا انا ملتزم هنا. فانا طالما انا ملتزم، يبقى ايه؟ يبقى ابتدي انزل كل مره فيديو، وعشان خاطر والله العظيم وعن بص عن يقين، وشفت ثمرتها. على الرغم انه انا مش من النوع اللي هو بيلتزم أوي يعني، بس لا، شفت ثمرتها. ولو مش معايا شفت ثمرتها في ناس تانية. عاوز تحقق اي حاجة لا يمكن تحققها الا اذا يكون عندك استمرارية نحو الحاجة دي. هي اللي هتوصلك لهدفك. كن عن يقين بكده. آه، موضوعها كبير جدا، بس انا من فرحتي والله ان انا سعيد بحضراتكم، ان انا شفتكم في التعليقات. وبس حبيت ان انا اشكركم، وحبيت اكلمكم على موضوع ان احنا نستمر في الحاجات اللي احنا بنعملها. ما نسوفش يا جماعه، عشان الاستمراريه دي هتفيدنا جدا. واشوفكم على خير في فيديو جديد. وما تنسوش برضو ندعي لاخواتنا في فلسطين، ربنا يرفع عنهم، ربنا يرفع عنهم هم لاي مسلم يا جماعه مستضعف في هذه الارض. واشوفكم